يا جماعة بعد البيتزا الإيطالية ما في بيتزا. يعني أنا لفيت كتير ودقت كتير أنواع بيتزا، ولكن البيتزا الإيطالية هي التوب. والمطبخ الإيطالي مطبخ لذيذ وشهي جدا، ومعروف عن الإيطاليين حب للطعام واستمتاع في الطعام، واستمتاع هن عم بيحضروا هذا الطعام. لأنه اليوم عم نحكي نحن عن الإيطاليين وعن الطعام الإيطالي، فأكيد طبقنا لليوم هو الجينوتشي نيوكي. رح حضره أنا بطريقة شوية مختلفة، محشي بالجبنة، ولكن رح مكس معه واخلط معه الشمندر. وضيفتي رح تحضرنا اليوم طبق اللي هو كرامبل كيك. طبعا ضيفتي حابين تعرفوا مين؟ البلوجر ليان سالم. يا مرحبا، تفضلي. يا اهلا ليان. يا اهلا وسهلا. الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ كيفك؟ شو الاخبار؟ يا هلا. تمام. منوره البلوجرز كيتشن. يسلم، شكرا. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كيف علاقتك بالطعام؟ والله شوف، انا إلي نفس في الاكل كثير، يعني بحب الاكل. بحب بس الاكل. بحب الاكل المحضر. بحب الاكل الجاهز. النية موجوده على الطبخ، بس يعني ما بتطبخي لزوجك؟ شوف بحاول. والله يا جماعه العظيم اهم شيء انه بتحاول. النية موجوده والله العظيم. يعني هي والله النية مش موجودة وبتحاول، بس المهم النية. هلا شوي بحكي لك قصص حتفرض ضحك عليها. يا سلام، نحن هذا اللي بدنا اياه، نخلي المشاهدين يستمتعوا. طبعا نحن رح نعرف بداية على المشاهدين عن طبقنا، مكونات الطبق وقديش رح ياخذ وقت. طبعا الجينوتشي تتحضر هي من البطاطا مع الطحين. أنا رح عندي هون بطاطا، في عندي طحين، وفي عندي الجبنة اللي رح أحشي فيها، عندي بيض، ملح، وعندي الشمندر. طبعا رح زين الطبق أنا بالمكاديميا اللي هي مكسرات، فينا نزين بالجوز، فينا نزين بالجبنة، فينا نزين بأشياء أخرى. الطبق اللي رح تحضريه أنت ليان، رح تحضري كرامبل كيك. هي لعبة الحلو. إيه؟ عرفت؟ هي لعبة الحلو. هي لعبة الحلو لما بيكون جاهز مع القهوة أو مع أيوة الشاي. بالضبط. طبعا مكونات الطبق اللي نحن رح نحضره، طبعا نحن نسينا شغلة، نسينا نقول إنه هون رح ياخذ معنا وقت 45 دقيقة. اوكي. لما إنه يجهز الطبق بده 45 دقيقة. يعني بدي اقعد استنى 45 دقيقة عشان اكل؟ هلا أنا لا محضر العجينة عندي قبل جاي. أنت جعانة؟ والله شو يعني، حتى فيش وقت محدد للاكل كمان، يعني واحد بنقرش. عطشانة؟ والله شوف، انا لسه انت معروف انت ايش لا. بتحضر لجماعتك. تمام، خليني انا احضر. انت طب يلا حضري خليني لنا أنا أحضر. يا جماعه خلي ليان تحضر لنا كاستين. تمام. كاستين عصير فراوله. خلينا نعملنا فراوله بحليب هيك حلو ظريف خفيف. ومنعش، اهم شيء المنعش. طبعا حضري لنا كاستين. عندك هالكاسات هون، وحده الي وحده الك، وعندك هذا البلندر، وعندك هذا الحليب. مجهزين الموضوع كله. طب شو رايك انه قبل ما نبتدي نلبس الابرون المريول؟ اوكي بيرفكت. ونلبس قفازات. عندك واحد هنيك اللي الك، اللي هن ايه. انا كل مره بحضر عصير وقهوه وشاي لضيوفي، خلي واحد منهم يحضر لي شيء يعني. صح؟ مظلوم يا حرام. والمكونات كلها قدامي، يعني مش رح خلي حدا يعمل فيني ضرب. والله شوف، انت مساعدني يعني شوي، اوكي. والباقي اني انا اساعد حالي. طب انا رح ساعدك لشوف اذا اشتغل. اوكي يلا معك انت. اوكي. طبعا احنا ما ذكرنا المكونات هي عندي انا لوز، وعندي دقيق الذره، طحين، عندي الزبده، وعندي قرفه، سكر، وفي عندي رشه فانيليا وبيضه. هيدا طبق الكرامبل كيك. هذا الفانيليا صح؟ رشه الفانيليا هيك. هذا السكر من صح؟ المطبخ الايطالي. سكر بودرة. لا بتعرفي المكونات ما شاء الله. هذا سكر على فكره، هيدا بيض. ايوه عن جد؟ والله. يلا انت ابتدي، انا رح بلش جهز طيب نبلش نجهز طبق الجينوتشي. طبعا انا عندي نبلش. هون 320 غرام من البطاطا. تاكد انه كل شيء سليم، كل شيء سليم. ما الاقلاع نطشش المكان. اهم شيء نظافه الكيتشن. بسم الله الرحمن الرحيم. نقزتيني. ايوه
نحن اللي بنلعب على اعصاب الضيوف. هي العصير جهز. يا سلام، يلا اعطيني كوبايتي. شو؟ قلت لي اشربها صح؟ لا قلت لك حضري لنا كاستين عصير، وحده لي وحده لك. طب هيك هلا؟ هيك هلا؟ إيش؟ هيك هلا؟ طيب لا لا لا, ماشي. لا أوكي. اسمع لا لا انا شوف أنا لا لا لا, لا, صح وعافية، صح وعافية، صح وعافية. في تحديات يا ليان، في تحديات. طب يعني انت البروفيشن هاد تبعك أنا يعني انا لا لك شغلي. انا باخذ الفراوله هيك. اوكي. طب فيني انا نقرش؟ انت بتدي. الفراوله كمان نقرش. انا راح اساعدك هون. اوكي. راح اشيل هذا من هون. ثانك يو. اساعدك انا كمان. هي قوام العجينه، شفتي كيف ليان؟ هي عجينه أيوة. الجينوتشي. طيب انا رح بلش افرد العجينه. أوكي. انت فيكي تبلشي كمان في تحضير الكرامبل كيك. تضيفي المكونات وقولي لي عشان اذا بدك شيء مساعده. طب هذا السكر ما رح تمام. نستخدمه هلا. هاد بعدين هاي بتعمل بعدين. فيها هيك اللي بالضبط. ترشش فيها. خلينا نبتدي. انا رح احضر هون. اوكي. بسم الله. طب شيف احكي لنا ليش انت هلا عم اخترت تضيفي الطحين. عفوا، ليش اخترت ليش اخترت هذا النوع الطبق. او يس. ليش اخترت طبق ايطالي مثلا؟ الجينوتي نفسه؟ هلا الجينوتشي جينوتشي. يعني شويه هلا اغلب الناس بتعرف عن الباستا اكثر، البيتزا اكثر. المطبخ الايطالي هو مطبخ عريق، مطبخ متنوع، في كثير وصفات، في كثير اشياء حلوه ولذيذه. لا طيب انا بحب كثير الاكل الايطالي. قبل كم شهر وهذا كنت سهل هناك. يعني ليكي بيتحضر بالبيت. فينا انت في بينعمل بالسبانخ، بينعمل في عجينه البيض، بينعمل بالطماطم. حلو كثير. طيب رح تضيفي دقيق الذره كله. هو شوف انا بعرف انه انتم لازم اول إشي نخلط، انه احنا لازم نخلط البودرات مع بعض اول. ايه هذا شوي مختلف يعني، فيك تضيفيهم كلهم. شوفي هيك. اوكي. وضيفي السكر كله. اوكي. يا ويلي كمية السكر. ايه لازم. اوكي. هلا شو بنعمل؟ هلا ضيفي الزبده كلها. اوكي انا كنت عارفه بس كنت بختبرك بس بالموضوع. انت كنتي من كم شهر بايطاليا صح؟ كنت بكم شهر بايطاليا واكلت اكل. شو اكثر اكل حبيتيه بايطاليا؟ شوف انا عشق السباجيتي، سباجيتي، البولونيز، البولونيز. وعشقي الالفريدو، وعشقي البيتزا. يعني عشتي جعت. عشتي عشقي الاكل. عشتي انا الجو. عشت الجو كله يعني. انا شوفي انا بحب رجعت رحت شريت اواعي جديده من اول وجديد، اواعي من اكبر من اول وجديد. كله والوزن زاد. الوزن زاد. شوفي انا بحب سهل على المشاهدين. في هدول المقطع اللي بنقطع فيه نحن. اذا مش موجود عندنا في البيت احنا فينا نستخدم كوباي اوكي بهذا الشكل. طيب هلا ضيفي رشه قرفه وضيفي البيضه. كنت عارفه طبعا. اختبار. اضيف هلا باماني انت متزوجه صار لك سنه. تطبخي لمحمود؟ جربتي حاولتي غير المحاولات وغير النوايا؟ والله شوف حبلش اول قصه اللي هي التاكوز. اوكي. شوف الحمد لله بعرف يعني اعمل تاكوز دجاج. مطبخ مكسيكي. فقلت يعني رحت بالجمعيه شفت لي هالتاكويات جاهزين، الخبزات اللي هي التاكو شيل. قلت هاي في دجاج، بعمل له هيك شويه بهارات، بحط لي خس من هون، جبنه من هون، بكون خلص زبطت تمام. معنا. صح ولا لا؟ سهله يعني المفروض. عملت كل الخطوات. طيب جبتي التشيدر الجبني ولا حضرتي صلصه الطماطم في البيت ولا عملتي لا هو ما كانش في صلصه ابدا ما يعني. كان كانت كاتشب والجواكامولي ولا جواكامولي ولا سوار كريم. المهم الاخر تاكوز على طريقتي انا. فاللي صار هو كالتالي، انا عم بعمل التاكوز وعم بحضر كمان سلطه فتوش. اوكي كنت عارفه بس كمان كانت بتعرف. بحضر سلطه فتوش. تمام. أوكي. نفس الوقت. تمام. الا وانا عملتها دجاج ونسيت ابهره، انه نسيت اتبله. رحت تبلته بعد ما طبخته. حطيته لا ومبسوطه وواثقه من نفسها يعني. رحت وشو كان تعليق محمود زوجك؟ يا حرام والله لهلا حاسه بالذنب، لانه شو كان عم بيعمل؟
كان عم بياكل وهو كان ميت جوع وراجع من الجيم وجوعان بس بده ياكل. امري لله. اكل امري لله بدي اكل. شو بدي اعمل؟ 4 تاكوز ورا بعض وبحكي له كيف يعني طيب عاجبك؟ بحكي بكمل اكل. اقسم بالله لما انا خلصت الفتوش وجبت له اياها رحت اكلت لقمه انا تفيتها قلت له انت كيف عن جد اكلت 4 القرفة كلها. يلا طيبي القرفة كلها هي كان بدها رشه. اوكي كان بدها رشه. كان عينه محمود. قلت لك والله النفس في الاكل موجوده والنيه موجوده بس يعني اللون اختلف علي. انا بعرف بحضره انا بس مش هيك اللون. حد بده كرانشي كيك بالقرفه. يعني محمود اكل وقال امري لله وكان تفسير تعابير وشه ازيدك من الشعر بيت. تثير الشفقه. ازيدك من الشعر بيت. وانا بعمل الفتوش لانه هو كثير بحب الفتوش. الفتوش كثير صحي. هو له بالحاجات دي يعني. المهم بحب هو الفتوش اللي بتحط عليها سماق صح؟ لا تبولي طبعا فتوش. اوكي الفتوش بس عشان نتاكد. فالمهم هو دائما كل ما نروح على مطعم بطلب انه بس يطلب الفتوش بحط انه مثلا انه زياده سماق وزياده دبس رمان. زياده دبس رمان. فهذا اللي عملته. والله العظيم هذا اللي عملته. هي فضت هو كيف شرح لي اياها؟ دبس الرمان انه ايش؟ وحطت نص كيلو سماق ومحمود قاعد ينط يمكن في البيت. لا والله صار يحكي لي انا عباره عن باكل التراب. مزعج يعني السماق بس يتكتر. مزعج. وجه له تحيه لمحمود نحن وبنقول له لمحمود شوف انا علي اعلمها طبق وطبق حلو. بس شاطره بالسباجيتي. اوكي انا هلا رح ضيف الجينوتشي على المي. اوكي انت بس يطلب منك شيء محمود اتصلي فيني خلص انا بمشي معك خطوه بخطوه. هتساعدني يعني؟ في احسن من هيك بعد؟ والله كلك ذوق. يعد الجوز المزروع في كاليفورنيا والغني بالأوميغا 3 الإضافة المثالية لأي وجبة، فهي صحية وذات مذاق رائع، ويمكنك إضافتها إلى السلطات وأطباق المعكرونة والآيس كريم والمزيد. يزخر موقعنا الإلكتروني بمعلومات عن كيفية استخدام جوز كاليفورنيا في وصفاتك المفضلة. استمتع بوجبة خفيفة مغذية في أي وقت من اليوم مع النكهات اللذيذة لجوز كاليفورنيا. طبعا نحن ليان مفروض انا مكس القشر الليمون بقلب الكرامبل. اوكي بس اخذنا الحديث بتعطي نكهه يعني. اي فهي بتعطي نكهه وحتى هي بس تتحمص هيك. الكيك عندنا جاهز يدخل على الفرن. رح ياخذ تقريبا على درجه حراره 180 40 دقيقه. حلو. وعندنا هي اصبحت جاهزه. رح نحطهم هون هيدول. اوكي تمام. رح شيل انا هي من هون. طبعا انا في عندي هون اللي هو الشمندر اللي انا ضاربه بالخلاط. حلو. ومصفيه بشكل كتير ناعم. رح احطها هون ورح اضيف عليها زبده يعني تقريبا هالقد هيك، ورح اضيف عليها ماده عطريه اللي هي الزعتر واتركها على النار وبعدين مسقطها فيها. حلو. بس عبال ما تجهز وصفتنا خلينا نعمل تحدي. اوكي موضوع عندي اشيل انا كمان. نحن في عنا هذا الشوكليت يلي بيفوز. بتحبي الشوكليت؟ مين ما بحب الشوكليت؟ في حد ما بيحب الشوكليت. بس تصدق بحب الوايت شوكليت اكثر من والله؟ الشوكليت. وبحب الدارك شوكليت كمان كثير. انا بحب الدارك شوكليت. بحب انقرش. وبحب الشوكليت اللي بيكون فيها بندق. اوكي. وخصوصا اذا كان البندق روست محمص يعني بتكون طعمتها كتير طيبه. بس هون انا راح اضيف كرات الجينوتشي وهدي النار عليها لانه هون نحن بعد ما هي اصبحت جاهزه هون ما بتاخذ عندي وقت كتير.
يعني يا دوبك 5 دقائق بتكون خالصة. حلو. تمام. جاهزة للتحدي؟ جاهزة للتحدي. تبتدي؟ عندك هالقنينة بدك توقفيها. اوكي يلا. شوفوا بالعادة أنا دائما بفوز فيها، بس يعني الحظ شوي. صحتين. فوزي وكلي. معك. اعمليها بعد. أعملها؟ يا بدها تقف. كمان خسرت. كمان خسرت. اليوم المفروض تضلك تعمليها وانا باكل. لا. ضلك لا توقف. اوكي. 3 محاولات. المي اللي فيها لحظة شوي. أنا عندي 3 محاولات. وقف. من أول محاولة. طب ماشي. رح أكون كريم معك. لا احنا أنا مع الحق. محاولتين بعد. احنا مع الحق. خلص الشوكولات إلك. طيب. حنقرش. تحدي تاني من نوع مختلف. طيب السؤال الأول اللي هو رد فعلك. اوكي. رد فعلي لشو؟ إذا بتعرفي إنه محمود تجوز عليك شو ردة فعلك؟ بدك الحقيقة. إذا عرفت محمود تجوز علي؟ ايه شو ردة فعلك؟ بطلع يعني ايش بدي اعمل يعني؟ بعد ما طبعا يعني لا سمح الله يعني. راح ما ينكسر بس الطبق. والله والله مبين يا جماعة. والله لا الم الحالة كلها. تتوعد من هلا. طيب شو اللون الثاني؟ احمر. والسؤال هو سر. سر شو؟ سر بحياتك ما حدا بيعرفه بدنا نفضحه على الكاميرا. سر بحياتي ما حدا بيعرفه؟ سر بحياتي ما حدا بيعرفه. عم بفكر. سر بحياتي ما حدا بيعرفه. سر. هو عم بختار أي سر. عم بختار أي سر. هو مش سر، مش عارفة يعني هو لازم يكون سر ولا إشي بحياتي ما حدا بيعرفه؟ إشي بحياتك ما حدا بيعرفه. أوكي. طب وإذا أهلي كانوا عارفينه بس الجماعة ما كانوا عارفين الناس عادي؟ إيه. أوكي. وأنا صغيرة إيه. كنت كتير صغيرة بعمان. كنت بالبيت احط الملم اغراض البيت، انه اشياء انه ديكورات وهيك واجيب طاوله واحطهم فوق الطاوله واصير ابيعهم لاهلي. وعندي الكاشير بوكس لانه ما بعرف كنت احب البزنس من يوم. كنت تلتشي. هاي معلومه، لا تسي معلومه. تلتشي كنت الكاشير الطش بوكس. لا المشكله انه يشتروا. واخذ. طيب هدف. شو هدفك من السوشيال ميديا يا ليان؟ هدفي من السوشيال ميديا هلا في كلمة يعني مؤثرين بشكل عام، مؤثرين السوشيال ميديا، وكل واحد فينا على السوشيال ميديا بيأثر على جمهوره أكيد. يعني الشهرة، يعني أنت تأثيرك كيف يعني بدك إياها؟ إيجابية. يعني الشهرة من أوسع الأبواب؟ يعني بدي أبسط الناس صراحة والله العظيم، يعني بحب هيك بس تعملي شيء مفرح للناس بالضبط ويكون له قيمة ويبقى. وأنا كل فترة يعني طيب. بصير أحكي عن مواضيع فبحب إنه أحكي لهم عن
تجربتي بالحياه، ان كان من صحبات او من شغل، طبخ او بالطبخ او اي شيء، او من جدره اللي نحن بحب اوصل هاي القصص للناس. اوكي. كثير حلو الانسان يكون عنده هدف، لانه الانسان والحياه بدون هدف ما لها معنى. ونحن وصلنا الى اجمل فقره بهذه الحلقه يلي هي تقديم الطبق. يعد الجوز المزروع في كاليفورنيا والغني بالأوميغا 3 الإضافة المثالية لأي وجبة، فهي صحية وذات مذاق رائع، ويمكنك إضافتها إلى السلطات وأطباق المعكرونة والآيس كريم والمزيد. يزخر موقعنا الإلكتروني بمعلومات عن كيفية استخدام جوز كاليفورنيا في وصفاتك المفضلة. استمتع بوجبة خفيفة مغذية في أي وقت من اليوم مع النكهات اللذيذة لجوز كاليفورنيا. وهيك نحن يا ليان وصلنا لأهم فقرة وهي التزيين، وهذا آخر تحدي. نحن يا جماعة الكيك بالفرن لضيق الوقت، الكيك موجود بالفرن رح ياخذ معنا 40 دقيقة. نحن هيك الشكل النهائي رح يكون للكيكي. على فكرة هي كرانشي وكريسبي وريحتها يعني ريحتها بتجنن. بتشهي. اوكي، عندك انت فيك تبتدي تزيني، وانا كمان رح ابتدي اوكي بالطبقة زين. اوه تعالوا علي بالطبخ. واو، منظر الكيكه كثير حلو. صح؟ على فكره الوقت بلش، التحدي هذا فيه الوقت. ها لا والله لا. وخليني اجهزهم هدول هيك هون. ايه، وبعد وين الستروبري؟ وين التزيين؟ بعرف بس كنت اختبرك. أنا جاهز، أنا طبقي جاهز. طيب إذا كمان هذا التحدي، أنا فزت مرتين، أنت فزتي مرة، فمعناته أنا اللي فزت. معناته أنا اللي فزت. مبروك مبروك. هاي أنا خلصت. يا جماعة هذا طبق الجينوتشي، هذا الشكل النهائي، وأيضا هذا الكرامبل. هلأ نحن نخلص وندوق. تحبي توجهي كلمة لمتابعينك ومشاهدينك؟ والله انبسطت كثير اليوم، نورتينا. تعلمت أنا أشياء انبسطت جديدة اليوم. عن جد شكرا لاستضافتكم. و لو عندكم نفس بالأكل يعني حاولوا تعلموا عشان محمود، بس مش عشان يجي. لا والله حرام. عشان محمود اللي عندكم. عشاني وعشانه، يعني عشاني وعشانه. طيب أوكي، نحن رح ندوق هذا الطبق. رح ورجيكي أنا. تفضلي. تسلموا. شوفي الجينوتشي كيف بتكون. طبعا نحن تفضلي. تسلموا. هاخذ هاي لك. أنا باخذ هاي إلي. طبعا نحن فينا نستخدم أي نوع جبنة نحن بنحبها. جميل. عن جد طيب. طيب والكيكة؟ المفروض طيبة. هي حلاوتها بالقرمشة والصوت. يعني شفتي كيف صوتها كيف طلع وهي بتقطع. تفضلي. تسلموا. هاي مع شاي مع قهوة. والله طلع كثير حلوة. مع انه استغربتي انت كيف هيك طلعت بدون ما نضيف لها حليب او مي او شيء؟ هي هاي حلاوتها.
لازم تضل حبه الذره الخشنه شويه فيها تعطي قرمشه. وعلى فكره الزبده والبيض كمان ما هم بيخلوها تتماسك مع بعضها اكثر. والله انها طيبه. عن جد عجبتك؟ لا والله. صحتين. على قلبك. رح ارجع اضيف هي انا تسلموا هون ايديك. كرمال يضل منظر الصحن. طيب هلا انا يا ليان بتشكرك كثير خلص هيدا لك وهو والشوكليت كمان. بتشكرك على وجودك معنا. طبعا نحن بنقول للمتابعين متابعين ليان ومشاهدينا اللي حب يحضر هذه الوصفه يعملها شير على مواقع التواصل الخاصه بالضفره ومع ليان ومعي انا، واي سؤال كمان يوجه من المشاهدين نحن بنرد عليهم كمان. حلو. ونستنى مشاركتكم معنا. مشاهدينا لكم منا كل التحيات. هيك كانت حلقتنا لليوم عن المطبخ الإيطالي. حضرنا الجنوتشي. تعلمت أشياء جديدة كمان. هيك كان طبقنا لليوم وهيك كان الحلو اللي حضرتنا يا ليان. تابعونا في حلقة جديدة على قناة الضفرة في بلوجرز كيتشن. راح بتكون حلقتنا القادمة عن المطبخ السوري من قول باي للكاميرا ليان. هلا فيك تاخذي الطبق. هلا والله عن جد طيبة.